السلام عليكم. معكم حلويات تيمه بوصفه جديده. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو بصحه جيده. اول حاجه بغيت نرحب بالمتابعين الاوفياء والمتابعين الجدد اللي انضموا للقناه. كنتمنى المحتوى ينال الاعجاب ديالكم. اليوم ان شاء الله كيف ما غادي تشاهدوا معايا غادي نشارك معكم حلوه بالعقده ديال الكاوكاو اللي كتجي لذيذه، كتجي بنينه وكتجي هائله في الشكل ديالها، وفي الحطه ديالها كتجي يا سلام. كنتمنى تتبعوا الفيديو حتى الاخير. الا عجبكم ما تنساوش بتعليقكم الزوينين وبلي لايك، وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاحباب والاصدقاء ديالكم كي تعم الفائده. وغادي نبداو على بركه الله. عندي العقده ديال الكاوكاو اللي بنسمى بالروح ديال اللوز. بالنسبه لهاد العقده هذه غتلقاو الرابط ديالها في صندوق الوصف، كنت شاركتها معكم من قبل. غادي نشكل منها كرات، كل كره غادي ندير فيها 14 غرام. انا هنا غادي نكور العقده ديالي وانتم كتشوفونها من بعد ما كورتها. كما قلت لكم كل حبه فيها 14 غرام، ولا بغيتو تكبروها راه كديروا 16 غرام، كيبقى لكم الاختيار. وعندي هنايا العجينه ديال الكعبه اولا العجينه باش كنخدموا الحليوات ديال اللوز. غتلقاو الرابط ديالها في صندوق الوصف. وغادي نحتاج لهذا المرشم هذا ماشي جديد، هو راه قديم، وهو اللي غادي نطبع به الحلوه ديال الكاوكاو. وانتم هنايا تقدروا تطبعوا باي مرشم عندكم، يعني ماشي بالضروره تخدموا بنفس الطوابع اولا بنفس المراشم باش كنخدم. انا كيف ما غتشوفوا معايا غادي نطلق العجينه ديالي. انا بالنسبه لهاد العجينه ديال الكعب اولا العجينه باش كنخدموا الحليوات ديال اللوز، وما من الاحسن تخدموا العجينه ديالكم كتخليوها في المجمد. ملي كتبغيو تشكلوا كعب غزال اولا اي حلوه ديال اللوز اولا ديال الكاوكاو، كتجبدوا العجينه ديالكم كتخليوها حتى كتطلق وكتسرحوها. انتم كتشوفوا السمك ديالها. انا طلقتها هي بالمدلك، ما دوزتش من الوراقه. وغادي نطبع بهذا الطابع الدائري اولا القطاع الدائري. هنا كما كتشوفوا معايا ما رشيت الدقيق ما حتى حاجه، يعني العجينه عندي ما كتلصق ما والو. الا جاتكم العجينه كتلصق غترشوا الدقيق. انتم كتشوفوا السمك ديال العجينه ديالي هي راه كتكون رقيقه. كنحط العقده ديال الكاوكاو وكنغلفها بالعجينه كيف ما كتشوفوا. وهذا الزائد هذا اللي كنجمع كنقطعو هنا باش ما تجينيش العجينه غليظه. كنقطع الزائد اللي عندي اولا العجينه اللي كتشيط ليا، وكنعاود نكور الحلوه ديالي كنحطها جانبا، وكنبقى غادا بنفس الطريقه. بالنسبه لهاد الحليوات اللي كنخدموا بالعقده ديال الكاوكاو راه كيجيو تقريبا بحال الحليوات ديال اللوز، يعني كيكون واحد شويه ديال الفرق. يعني الا خدمتوا العقده بنفس الطريقه اللي شاركت معكم راه كتحصلوا على عقده الكاوكاو اللي كيجي المذاق ديالها بحال العقده ديال اللوز تماما. صدقوني راه كتجي بنينه وكتجي بحال اللوز. وانتم هنا راه كيبقى لكم الاختيار. العقده ديالكم من بعد ما كتوجدوها وكتقدوها راه كتنسموها باللي بغيتو. تقدروا تضيفوا نكهه ديال الفاني اولا القشره ديال الليمون اولا اي حاجه راه تقدروا تنسموا بها العقده ديالكم، وراه كتجي زوينه وكتجي بنينه ولذيذه. وهنا كنجيب الدقيق الابيض واللي ضروري منه اولا الميزينه. وهنا كناخذ الحلوه ديالي كندوز المرشم من الدقيق. ضروري دوزوا المرشم ديالكم. كنسوسو مزيان وكنرشم الحلوه ديالي كيف ما كتشوفوا. انا كنضغط على المرشم باش كترشم ليا الزواقه اللي فيه في العجينه ديالي. كنضغط وكنزول الحلوه ديالي انتم كتشوفوا. كنعاود ندوز المرشم من الدقيق وكنسوسو مزيان، وكنعاود نطبع الحلوه ديالي وانتم كتشوفوا الشكل ديالها كيفاش تيبان. كما قلت لكم المرشم كدوزوه من الدقيق اولا من الميزينه، وكنحطو فوق من الحلوه كنضغط مزيان. وانتم كتشوفوا حلوتي كيفاش كيبان الشكل ديالها. هنا المرشم سوسوه مزيان من الدقيق. انتم كتشوفوا الحلوه كيفاش كيبان الشكل ديالها. هنا بالنسبه للحليوات اللي كنطبعوا بالمراشم اولا اللي كننقشوا بالمنقاش ضروري كيخصهم يباتوا ليله كامله باش الزواقه اللي كنطبعوا في الحلوه ديالنا كتبقى باينه وما كتنفخش لنا الحلوه في الفران. يعني كما قلت لكم اي حلوه رشمتوها بالمرشم اللي كتكون فيه الزواقه راه كيخصها تبات ليله كامله تتنشف مزيان عاد كتدخلوها للفران. انتم انا كتشوفوا من بعد ما كملت الكميه كلها اللي عندي خليت الحلوه ديالي باتت ليله كامله. يعني ضروري كيخصكم تخليوها تبات باش كتنشف الحلوه. وانتم كتشوفوا الحلوه ديالي من بعد ما باتت ونشفات راه كيبان لكم الشكل ديالها.
وهنا قبل ما ندخلها للفران ضروري خصني نثقبها باش ما تنفخش ليا وسط الفران. يعني اي حلوه تبعناها بالمرشم ضروري خصنا نثقبوها باش ما تنفخش لينا في الفران. هنا كتاخذوا ابره اولا شوكه تكون معقمه وكديروا واحد 4 ديال التقيبات كما كتشوفوا باش الحلوه ديالكم كيبقى الشكل ديالها كيف ما هو. ملي كتدخلوها للفران ما تنفخش لكم. يعني كيف ما كتعرفوا الكاوكاو او اللوز ملي كيدخل للفران راه كيتنفخ. يعني ضروري حلوتنا نقبوها بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا معايا. صافي هنا من بعد ما نكمل غادي ندهن الوجه ديال الحلوه ديالي بزبده حيوانيه تكون مذابه. هاد الزبده غتخلي حلوتكم تجي بنينه وتجي لذيذه وتبقى رطبه. صافي هنا من بعد ما كندهن الحلوه ديالي كلها هي كندخلها للفران وكنخليها طيب على خاطرها. عافيه تكون متوسطه ما تكونش مجهده. ومره كنقلب الحلوه ديالي من الاسفل. غير كتبان ليا الحلوه بدات كتحمر من الاسفل كنزلها لتحت وكنشعل العافيه فوق منها كنخليها واحد شويه. غير كتبان ليا بدات كتذهب كنخرجها من الفران ما كنخليهاش تحمر ومباشره كندهنها بالناباج. ضروري من هذه العمليه يعني كدهنوا الحلوه ديالكم باش كتشرب لكم الناباج وتبدا كتلمع والشكل ديالها كيجي زوين. صافي هنا من بعد ما نكمل غادي نشكل وريضات بباط شوكولا اللي غتلقاو الرابط ديالها في صندوق الوصف. بالنسبه لباط شوكولا انا نسمتها بالنكهه ديال الكراميل. وغادي نحتاج العقيق النحاسي اللي غادي نزين به الوريضات. وغادي نخدم بهذا السيليكون وبالضبط بهذه الوريده هذه هي اللي غادي نشكل بها الوريضات من باط شوكولا. انا الحلوه ديال الكاوكاو كنزينوها بباط شوكولا اولا بعجينه الكاوكاو. الا كنا خدمنا الحلوه ديالنا بالعقده ديال اللوز راه كنزينوها بلا باط داموند او بعجينه اللوز. دائما الحلوه اللي كنخدموا بالعقده ديال اللوز راه خصنا ضروري نزينوها بلا باط داموند. والحلوه اللي كنحضروا بالعقده ديال الكاوكاو راه كنزينوها بلا باط شوكولا اولا العجينه ديال الكاوكاو. صافي هنا من بعد ما نشكل الوريدات غادي نحتاج الجليكوز اللي غادي نثبت به العقيق النحاسي فوق من الوريدات. هنا كنجيب الكيردون وكنحط واحد شويه من الجليكوز ما كنكتروش يعني غير باش غنثبت العقيق اللي عندي. انتما كتشوفوا معايا يعني كنحط واحد شويه من الجليكوز. وهنا كناخذ العقيق ديالي وغادي نثبته فوق من الوريدات. يعني الطريقه ديال التزيين راها بسيطه وسهله. وانتم هنا راه كتزينوا باللي بغيتو على حسب الرغبه ديالكم وعلى حسب اللي متوفر عندكم. صافي هنا من بعد ما كنثبت العقيق فوق من الوريدات غادي نحط الوريدات فوق من الحلوه مباشره كيف ما كتشوفوا معايا. انتم كتشوفوا يعني كيفاش زينت الحلوه ديالي. تزيين بسيط وسهل. وبالنسبه للثمن باش كنخرج الحلوه ديال الكاوكاو فاش كانت السلعه رخيصه راه كنا كنخرجوها ما بين 70 حتى 80 درهم للكيلو. ولكن دابا فاش زادت السلعه الحلوه ديال الكاوكاو راه ولات ما بين 90 حتى 100 درهم. يعني الثمن ديال الحلوه دائما كيبقى على حسب الثمن باش تقضيتوا السلعه ديالكم. والثمن راه كيختلف دائما من مدينه لاخرى. هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديالنا كيف ما كتشوفوا معايا. الحلوه اللي كيجي الشكل ديالها هائل راقي وكتجي في الحطه ديالها واعره صدقوني. وحتى في المذاق ديالها كتجي بنينه وكتجي لذيذه. وصلنا لنهايه الفيديو. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم. شكرا لكم على المشاهده. نتلاقاو في الفيديو القادم بحول الله.